عمري ما تخيلت اني اجرب اكله من المجر، بس جربت دي وعجبتني جدا. اسمها تشيكن بابريشكا، فراخ دايبه في صوص مبهر طعمه تحفه. ممكن تتعمل باي قطعه فراخ، انا عملتها بالدبابيس او الدرام ستيكس دي. ده كان كيلو كالعاده، نشفتها كويس، بعدين تبلت الكيلو ده من على الوشين بمعلقتين صغيرين ملح ومعلقتين صغيرين فلفل اسود، وعلى نار بين المتوسطه والعاليه سخنت طاسه تكون اطرافها عاليه زي الحله كده، ولما سخنت حطيت فيها شويه زيت يغطوها كلها من تحت، مش زيت غزير فاهمين، ولما سخن حطيت فيه الفراخ، بس حطيتها على مرتين عشان ما تحمش الطاسه ويستووا كويس. لما الوش اللي تحت اتحمر كده قلبته على الوش التاني، وانا بحب الجلد يبقى كريسبي كله، فحمرت الفراخ من الاربع وشوش. بعد ما خلصت الكميه كلها شلتها، ومكانها حطيت بصلتين متوسطين مبشورين، وبدات اقلب البصل عشان يتحمر وعشان ياخد من طعم الفراخ اللي في الطاسه. لسه لو حسيتوا هنا انه محتاج زيت زوده عادي. لما البصل اتحمر كده حطيت اهم مكون بقى، باين من اسمها ايه المكون ده، البابريكا. حطيت معلقتين صغيرين بابريكا عاديه ومعلقه صغيره بابريكا مدخنه، وكمان نص معلقه صغيره شطه. دي كميه هتدي لسعه بسيطه بس مش هتزود الحراره قوي. زودوها لو حابينها حراقه اكتر، او شيلوها خالص لو مش بتستحملوا الشطه تماما. طفيت النار عشان البابريكا ما تتحرقش، وبدات اعجن البصل اللي في الطاسه ده في البابريكا كده، يعني عايز البابريكا تغطي كل حته بصل. وفي الاصل مش بيتحط للبابريشكا صلصه، بس انا حسيتها بتخليها احلى، فحطيت معلقه كبيره معجون طماطم وقلبتها برضو في البصل. ولما البصل بقى ده شكله، حطيت الفراخ مره تانية فوقيه وحطيتها على شكل ورده كده عشان احسس نفسي اني جامد يعني في التزيين وكده. بعدين حطيت كميه ميه تكفي توصل للفراخ من فوق، بس ما تغطيهاش بالكامل عشان الصوص ما يبقاش خفيف قوي، يعني الكميه دي كويسه. بعدين شغلت النار تاني، ولما الميه بدات تغلي هديت النار خالص وسبتها تستوي من غير ما تتغطى كده على نار هاديه بالغليان الهادي او السيمرينج ده. في ناس بتحطها هنا في الفرن، بس على البوتاجاز بتخلص اسرع بكتير، فانا عملتها على البوتاجاز. كل نص ساعه بس كنت بقلب الفراخ على الوش التاني بالراحه، وانا بحب الاوراق تبقى دايبه جدا، فسبتها لحد ما دابت خالص كده. خدت تقريبا ساعة وربع، بس هتفرق من نوع فراخ للتاني، فانتوا تشيك عليها كل شوية. لما استوت شلتها من الطاسة. دوقوا الصوص هنا عشان تتأكدوا انه مش ناقص ملح او حاجة. انا بعد ما ظبطته حطيت نص كوباية ساور كريم، لو ما لقيتوهاش بدلوها بكوكينج كريم او كريمة طهي عادي. قلبت الكريم كويس في الصوص ده لحد ما دابوا في بعض، بعدين قلبت فيهم الفراخ وسبتهم يغلوا مع بعض 5 دقايق بس كمان. بعدها بقت جاهزة. في الاصل بتتاكل مع مكرونة مجري كده، بس انا حبيتها اكتر مع رز بسمتي ابيض عشان يشرب الصوص الرهيب اللي هي بتستوي فيه ده. قولوا لي هتحبوها مع ايه، ولو وصلتوا للنقطة دي شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر.